محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية الكريمة فيها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالله تعالى. فالعلم بالله هو علم التوحيد، وهو علم مقدم على جميع العلوم، لأن العلم بالله هو أساس الدين. والعلم بالله معناه اعتقاد أن الله تعالى موجود ووجوده أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سوى الله مخلوق له بداية. فالله تعالى هو الذي خلق كل شيء، أي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود، وهو الذي خلق هذا العالم بأسره بما فيه من الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة. الأجسام اللطيفة هي الأجسام التي لا تضبط باليد، أي لا تمسك باليد، كالريح والروح والملائكة والجن إذا كانوا على خلقتهم الأصلية. هذه الأشياء الله خلقها، وكذلك الله تعالى هو خلق الأجسام الكثيفة، أي التي تضبط باليد، تمسك باليد، كالإنسان والحجر والشجر وغير ذلك من المخلوقات التي تسمى أجساما كثيفة. فالله عز وجل الذي خلق هذه الأجسام، وهذه الأجسام لا يجوز أن يكون مشبها لها بوجه من الوجوه. لذلك يقول أهل الحق: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني كل شيء يخطر في بالنا الله تعالى لا يشبه ذلك، ومعرفة الله لا تطلب بالتصور. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ولذلك يقول أهل الحق: الله موجود بلا مكان. وهذه الكلمة قد يكون بعضكم يسمعها لأول مرة، لكنها هي الكلمة الصحيحة التي قالها أهل الحق عن الله تعالى، وفهموها من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة. أما القرآن فيقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي أعظم آية في نفي الشبيه عن الله تبارك وتعالى، ومعناها أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. فالأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة لها مكان، أي هي تملأ حيزا من الفراغ. الملائكة مثلا مسكنهم في السماوات في الغالب، والإنس يسكنون الأرض. الله عز وجل الذي خلق هؤلاء وهؤلاء لا يجوز أن يكون مشبها لهم، فهو موجود بلا مكان، لأن الله ليس حجما، والحجم هو الشيء الذي يأخذ مقدارا من هذا الفراغ، يأخذ حيزا من الفراغ. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وكل شيء عنده بمقدار. معنى هذه الآية أن الله خلق كل شيء على حجم، على مقدار معين من الحجم، فهو سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون له حجم. لذلك أيها الأحبة، غلط ما يقوله بعض الناس حين يقولون الله موجود في كل مكان، أو يقولون الله موجود في كل الوجود. هذه الكلمة لم يقلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاءت في القرآن، ولا قالها أحد من الأئمة. بل انظروا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول كما روى البخاري في صحيحه: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله وحده في الأزل ولم يكن شيء سواه، لا ماء ولا أرض ولا سماء ولا نور ولا ظلام ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، لم يكن في الأزل إلا الله. فالله كان في الأزل موجودا بلا مكان، ولا يزال موجودا بلا مكان. وكلام العوام في قولهم سبحان الذي يغير ولا يتغير كلام صحيح. الله يغير في خلقه ما شاء، أما هو فلا يتغير. لماذا لا يتغير؟ لأن التغير أقوى علامات الحدوث، أقوى شيء يدل على أن هذا الشيء هو حادث مخلوق وجد بعد أن لم يكن التغير، طرق التغير على هذا الشيء. الله عز وجل هو يغير في خلقه ما يشاء، أما هو سبحانه فلا يتغير. فإياكم أن تقولوا الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، وقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، ومعنى ذلك أن الله موجود بلا مكان. وكذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. يعني الله كان في الأزل موجودا بلا مكان، ثم هو لا يتغير، لم يزل موجودا بلا مكان. هذا ما اتفق عليه أهل الحق، ما أطبق عليه العلماء من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذه المسألة الأولى التي ذكرتها هي أهم مسائل التوحيد، ويليها في الأهمية اعتقاد أن الله هو خلق كل شيء، هو خلق الإنسان وخلق أعمال الإنسان. بعض الناس لا يعتقدون هذا، واعتقادهم خلاف القرآن الكريم، لأن الله سبحانه قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، أي الله خلق الأجسام وخلق الأفعال، خلق أجسامنا وخلق أعمالنا. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلق أجسامكم وخلق أعمالكم. هذه الأعمال إن كانت خيرا أو شرا الله هو خلقها، لكن الله تعالى لا يحب الشر ونهى عنه، ويحب الخير وأمر به. لكن من حيث الخلق هو خلق كل شيء، خلق هذا العمل وخلق هذا العمل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني ما أصاب المسلمين من الضرر والأذى الذي حصل لهم من المشركين حصل بمشيئة الله تعالى. فعليكم أيها الأحبة أن تثبتوا على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله موجود بلا مكان، وأن الله خالق كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.